السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى مع بعض كده نوريكم اكلة المحشي الجميلة التحفة دي، العسل اللي انتوا شايفينها دي. وتعالوا كده بينا وصلوا على النبي قبل اي حاجة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واذكروا الله. وتعالوا اوريكم بقى المحشي بتاعنا ده عملناه ازاي. طبعا اول حاجة كده يا حبايبي احنا كنا جايبين الخضار كده زي ما انتوا شايفين، وهوريكم كل الخضار اللي انا كنت جايباه. زي ما انتوا شايفين كده كنت جايبه طبعا كرنب، كنت جايبه 3 كرنبات، وكنت جايبه بتنجان وكوسه وفلفل كل حاجه المحشي يعني. كنت جايبه برضو ورق عنب بس انا كنت شايلاه في التلاجة يعني، كان عندي فطلعته كده من الفريزر يعني وعملته عشان ما لقيتش في السوق. انتوا عارفين اليومين دول خلاص ورق العنب راح وكده، فانا كنت مخزنه عندي كده ورق عنب في التلاجة وطلعته. كنت عامله بقى الكرنب بتاعنا كده الجميل ده زي ما انتوا شايفين. مسكت كده ال3 كرنبيات بتاعنا قورتهم كده وشلتهم على جنب وحطيت لهم الميه بتاعتهم بقى كده تغلي. وبعدين كده رحت بقى غسلت الطماطم والبصله بتاعتنا بتاعت المحشي. طبعا يا جماعه احنا عندنا اساسي كده في الارياف يعني محشي كل اسبوع، لازم محشي يعني، لازم نعمل محشي كل اسبوع يعني، ده لازم اساسي يعني يا جماعه. طبعا في الحضور يعني انا كنت عند ماما اصلا يعني، انا ما كنتش انا متجوزه في الارياف، بس انا قبل ما اتجوز انا ما كنتش عايشه في الارياف. طبعا احنا كنا بنعمل المحشي ده ممكن كل 3 شهور، واكيد انتوا زينا برضو اللي بيتفرج عليا كل 3 شهور مره، كل شهر مره. اما احنا في الارياف اساسي لازم كل اسبوع نعمل محشي، ممكن نعمله في الاسبوع مرتين يعني. فاي حد من الارياف هيعرف الكلام اللي انا بقوله، وخصوصا بالذات يوم الخميس لازم محشي يعني، يا الخميس يا الجمعه. طبعا يا حبايبي انا كده زي ما انتوا شفتوا الحله بتاعتنا القديمه دي احنا مخلينا كده بس المخصصه يعني لسليق الكرنب وورق العنب. وبعد كده جبت في الحله التانية دي حطيت طبعا زي ما انتوا شايفين زيت، وكنت حاطه ليا بتاعه خروف بتخلي طبعا طعم المحشي تحفه. وقليت كده البصله بتاعتنا على قرنين فلفل. وطبعا بقى ايه انا مرضتش الطماطم بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده ما ضربتهاش في الخلاط، انا ايه قطعتها مكعبات كده. مش عايزه اقول لكم بتبقى جميله جدا في الكرنب وبتبقى باينه في الرز، بيبقى طعمها احسن ما بتضربها في الخلاط. اعملي الطريقه دي هتدعي. طبعا هنا بقى كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا طلعت الكرنب بتاعنا كده، كنت بسبك على العين، والعين التانية كنت بسلق عليها الكرنب بتاعنا. طبعا طلعت كده الكرنب بعد ما اتسلق وحطيت بقى ورق العنب والصلصه بتاعتنا الجميله كده زي ما انتوا شايفين. حطيت لها بقى ملح وفلفل اسود وكمون، وحطيت لها شويه بابريكا يعني علشان يخلوها لونها جميل كده. وطبعا بقى البتنجان بتاعنا كده بعد ما قورته والفلفل طبعا قورته برضو، وعملت طبعا الكرنب كده كل حاجه جهزتها وورق العنب وكله كده جاهز. وطبعا انا كنت ناسيه الكوسه ما قورتهاش يا جماعه، فطبعا انا بقى مسكتها برضو قورتها كده مع الحاجات وغسلت كل حاجه، جهزت كل حاجه كده جنبيه. والخضره برضو قصقصتها كده زي ما انتوا شايفين. والصلصه بتاعتنا اتسبكت، ودي الكوسه بتاعتنا بعد ما اتقورت كده ما شاء الله الله اكبر زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب كده اقورها من جوه، بحب اعمل لها زي تجاعيد كده من بره بتبقى شكلها جميل قوي يعني. وطبعا بقى هنا كده نزلت بالرز بتاعنا. انا قبل ما اقلب يعني حبيت ان انا اوريكم، كنت حاطه برضو هو فلفل اسود وكمون على وش كده الخلطه بتاعتنا غير اللي انا حطيتها في الصلصه يعني. بعد ما الصلصه بتاعتنا اتسبكت كده وبقت جميله زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقول لكم بجد والله طريقه الطماطم لما بتقطعوها مكعبات كده احسن ما بتفرموها في الخلاط بالذات بتاعه المحشي يعني. ومسكت كده طبعا وطبعا اتسبكت جامد زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بقى كده بالخضره بتاعتنا. طبعا انا كنت حاطه خضره كتير يعني، حلاوه المحشي عايزه المحشي بتاعك يبقى طعمه حلو وريحته كده جميله ومفحفحه تكتري الخضره بتاعته، وبالذات الكزبره يعني تكتري، اهم حاجه الكزبره بتاعه المحشي. فانا ما شاء الله يعني كنت ما شاء الله كده حاطه بتاع 5 تربطه كده كزبره و2 شبت، وقطعتهم كلهم زي انا كده. كنت حاطه نص الخضره وهرجع نص الخضره وهرجع احط النص التاني يعني، ما كنتش حاطه الخضره كلها علشان اعرف اقلب الرز بتاعنا كويس. وبعد كده حطيت نص الخضره التاني هوريكم برضه دلوقتي. ودي الخلطه بقى بتاعتنا، مش عايزه اقول لكم كانت ريحتها جميله جدا والله وطعمها تحفه يعني. وحطيت بقى كل حاجه كده في الصاله عندنا يعني عند حماتي تحت، طبعا انتوا عارفين ان انا بطبخ تحت عند حماتي. وحطيت بقى كل حاجه كده رصيتها كده عند حماتي، جهزت كل حاجه كده حواليا وقعدت بقى طبعا ناديت لسلايفي بقى وحماتي وكده. وقعدنا بقى نلف سوا كده مع بعض. وبعد كده ده بقى الفراخ بتاعتنا يا جماعه. طبعا انا كنت مقطعاها وغسلاها وحطاها في ملح وليمون يعني وخل في محلول كده، بفضل حطاها في كده 10 دقايق قبل ما بسلقها. ودي الشوربه بتاعتنا. حطيت لها كده بصله وطماطميه وورق لورا وفلفل اسود وكمون، سبتها لما غلت على النار. ومسكت الفراخ بتاعتنا شطفتها كويس جدا من المحلول اللي انا حطاها فيه. وطبعا نزلت بقى كده في الحله بتاعتنا بالفراخ.
وهعمل لها بقى خلطه دلوقتي. مش عايزه اقول لكم يعني خلطه جباره بجد، تحفه كده وحاجه جميله، كانت عامله زي الفراخ المشويه بالظبط. وحطيتها في الفرن، وهوريها لكم برده دلوقتي الخلطه اللي انا هعملها للفراخ يعني هعملها ازاي. وده المحشي يا جماعه بقى بتاعنا بعد ما لفيناه كده ما شاء الله. ده البتنجان والكوسه والفلفل حطيناه كده كله في حله واحده زي ما انتم شايفين. ورق العنب بتاعنا الجميل كده واللفه بتاعته الجميله دي. والكرنب برضو لفيناه كده في حله، كل حاجه يعني لوحدها يعني ما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بقى الشوربه بتاعتنا الجميله كده، شوفوا بقى الشوربه بتاعتنا عامله زي زيت كده كده من على الوش، كانت جميله جدا. كنت بنقي كده الزيت من على الوش واحط كده المحشي بتاعنا. هسقي كده المحشي بتاعنا كله من الشوربه، وهرجع بقى ارش كده على وشه واحده ماجي. بحب يعني انا اعمل كده على المحشي، واحط له كده شويه فلفل اسود وكمون على الوش. وبعد كده بقى يا حبايبي هرجع بقى اولع عليه على البوتاجاز، وهسيبه بقى كده يستوي براحته، واوريلكم برده بعد ايه، بعد ما يستوي. دي طبعا خلطه الفراخ المشويه اللي انا قلت لكم عليها، عباره عن طماطم وبصل وفلفل وتوم، ولو عندك فلفل حراق ممكن تحطي عادي، بس انا ما كانش فايده عندي فلفل، ما حطيتش فلفل خالص. هي توم وطماطم وبصل، وكنت حاطه لها بقى جميع التوابل كده، فلفل اسود وكمون وملح وشويه بابريكا. الفرخه بتاعتنا بقى كده يا جماعه اتسلقت جامد زي ما انتم شايفينها كده عادي. مسكت بقى صينيه كبيره كده ونزلت كده بالفراخ بتاعتنا، رصيتها كده زي ما انتم شايفين. وضربت بقى ضربت كل الخلطه اللي انا وريتها لكم دي، اللي هي الثوم والطماطم والبصل والتوابل، ضربت كل ده كده في الخلاط، واروح بقى نازله كده على الفراخ بتاعتنا. مش عايزه اقول لكم ريحتها والله بجد يا جماعه، كان يعني اخر الشارع كده كان يشم ريحتها، كان اكنها زي الفراخ المشويه بالظبط. كان ناقصها بس حاجه واحده، بس انا ما عملتهاش يعني، ان انا اجيب فحميه اولعها واحطها في قلب الفراخ واكفي عليها صينيه يعني وكده. بس انا طبعا ما كانش عندي فحميه، بس هي كان طعمها جميل جدا، وريحتها كانت تحفه زي الفراخ المشويه بالظبط، اكنك شويها على الفحم. وطبعا انا مسكت كده طبعا الفراخ زي ما انتم شايفينها كده، رصيتها في الصينيه ما شاء الله يعني، وهحط بقى على التتبيله دي. رشيت كده التتبيله كده بايدي علشان طبعا انا اتاكد ان كل قطعه فرخه عليها تتبيله يعني. وبعد كده طبعا بعد ما هرص التتبيله كلها كده على الفراخ بتاعتنا وهنزلها كده، رشيت كده برضو على الوش كده شويه زيت بايديا برضو. ورحت بقى كده مدخلاها الفرن، اوريها لكم دلوقتي برضو يا جماعه بعد ما تطلع من الفرن حاجه كده روعه. وطبعا حطيتها كده في الفرن بتاعنا من تحت، خدت غلوتين كده، وبعد كده طلعتها كده على الشوايه اللي خدت بقى وش من فوق. وهوريكم برضو شكلها دلوقتي بعد ما استوت، كان شكلها تحفه وجميل جدا. وده المحشي بتاعنا ورق العنب بعد ما استوى كده ما شاء الله يعني، بالهنا والشفا. ودي برضو الفراخ بتاعتنا يا جماعه بعد ما استوت كده كان شكلها جميل جدا. بس انا بقى ايه، رشيت عليها رشه ملح كده بسيطه، فكانت باينه كده من على الوش. وده المحشي بتاعنا يعني بعد ما استوى، حطيته كده في الاطباق. يا ريت يا جماعه اللي ما اشتركليش في القناه يشترك لي في القناه، يعمل لي كومنت حلو كده وتعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.